في القطاع التاسع والثامن والسابع لدينا حزم أخرى، لكنها تتحول جميعها إلى وقود حراري يحل محل الوقود الأحفوري هناك. عملياً نحن ندفع ثمن جمع وإحراق هذه المواد. هل يحرق هذا كله؟ هذا هو الجزء الأكبر أجل. تدفن 70% من عبوات التغليف في أوروبا أو تحرق بنحو متزايد. تقع في ضواحي كوبنهاغن محطة تحويل النفايات إلى الطاقة الوحيدة في المدينة، صممها المعماري الدنماركي الأشهر بيارك إنجلز. لكننا أتينا إلى هنا لرؤية ما يحدث تحت المنحدرات الصناعية. كان للدنمارك دور ريادي في محارق القمامة الأكثر تقدماً في العالم. هذه محطة طاقة قيمتها نصف مليار دولار تحرق 400 ألف طن من القمامة سنوياً، بما فيها مواد مستوردة من أوروبا. يدير ياكوب سيمنسن هذه المنشأة التي توفر الكهرباء ل150 ألف منزل في المدينة. قد يكون من الصعب إعادة تدوير البلاستيك، لكنه مصنوع من النفط، لذا فهو جيد الاحتراق. هذا أحد فرنين لدينا يحرق 35 طناً في الساعة، ودرجة الحرارة داخل الفرن 1000 درجة مئوية، ولإجراء أعمال الصيانة ندخل أتون النار داخل الفرن. في هذا الأتون تحترق 80% من القمامة منتجة أدخنة، أما البقية فتتخذ شكل مواد صلبة تدعى الخبث وتعالج لاحقاً وتستخدم في البناء. بطبيعة الحال يؤدي حرق النفايات إلى كثير من الدخان ومواد أخرى ضارة، لكن لدينا تقنية تنظيف بمساحة ملعبي كرة قدم هنا. لدينا مصاف إلكترونية وأشياء تدعى أجهزة غسل الغاز وعوامل محفزة وكثير من التقنيات الأخرى التي تضمن خلو الأدخنة من أي مواد ضارة بالبيئة. لذا حين نولد الطاقة من مواد النفايات المتبقية التي لا يمكن إعادة تدويرها، نتمكن من تجنب إنتاج الطاقة من النفط والفحم والغاز، وهذا سبب كونها مصدراً جيداً للطاقة المتجددة. لكن هناك مادة وحيدة لا يمكن التخلص منها، هي ثاني أكسيد الكربون. تبعث محطات كهذه كمية من ثاني أكسيد الكربون تفوق التي تبعثها محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز. تبعث محطات تحويل النفايات إلى طاقة في أوروبا 52 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أكثر مما تنتجه البرتغال بسكانها 10 ملايين. هذه محطة توليد بالوقود الأحفوري تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون. كيف سنحقق الهدف الصفر انبعاثات كربونية مستقبلاً؟ يتطلب عملنا التعامل مع مشكلة القمامة المجتمعية، فنحن هنا نعالج قمامة المدينة. طالما كان هناك قمامة في المدينة فسنحتاج إلى منشآت كمنشأتنا. بالطبع هذا محبط. تمنيت لو أننا لسنا بحاجة إلى محطات تحويل القمامة إلى طاقة لعدم وجود مشكلة البلاستيك، لكننا نعاني مشكلة بلاستيك. ليست القمامة البلاستيكية مادة خاماً قيمة كما تريد أن تقنعنا شركات التغليف، بل هي مشكلة علينا التخلص منها. وعلى مدى عقدين كان للغرب حل بسيط واحد لهذه المشكلة، أرسلوها إلى الصين بملايين الأطنان سنوياً. تدفع دول الغرب المال إلى الصين لتأخذ قمامتها المكررة، ثم تطرح بضعة أسئلة عما حل بها. في عام 2018 تغير كل ذلك.
فلمعاناتها مع مشكلتها مع التلوث البلاستيكي منعت الصين استيراد النفايات البلاستيكية كلياً. كان على أوروبا وأمريكا الشمالية العمل على عجل لإيجاد طريقة أخرى للتخلص من البلاستيك، وظهرت شبكة إجرامية للمساعدة. لفهم سوق البلاستيك السوداء قررنا التحقيق متخفين. جندنا أحد المطلعين على دواخل صناعة البلاستيك لمساعدتنا. سيؤدي دور سمسار النفايات، أحد الوسطاء الذين يرتبون صفقات القمامة الدولية. سنناديه كومار. أنشأنا موقعاً مزيفاً عبر الإنترنت وجلبنا هاتفاً مسبق الدفع، ثم تواصلنا مع تجار القمامة حول العالم ممن قد يقبلون بشراء قمامة بلاستيكية منخفضة الجودة. سرعان ما علق أحدهم في شركة توم. إنه سمسار تركي. مرحباً، اسمي كومار وأبحث عن مكررين للبلاستيك لأنني لم أرسل شحنة إلى تركيا من قبل. أجل، لقد فهمت يا كومار. حسناً، هل تأخذ مواد قذرة؟ مثلاً نفايات العبوات المنزلية؟ مواد ملوثة. هكذا إذن، المواد البلاستيكية المختلطة ممنوعة في تركيا. رغم أنها ممنوعة، تقدم باقتراح لإمكانية تهريب المواد عبر الجمارك التركية، وذلك بإخفاء القمامة البلاستيكية الممنوعة في حاوية شحن خلف طبقة من المواد الجيدة، البولي إيثيلين منخفض الكثافة. لديك شحنة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة لتحميلها في الحاوية القريبة من الأبواب؟ قرب الباب؟ أجل، كي لا تظهر المواد الملوثة بمجرد أن تفتح الباب، بل يظهر البولي إيثيلين منخفض الكثافة. حسناً، هكذا سنتمكن من تهريبها. وبعد أسابيع اتجهنا إلى تركيا مع كومار لنرى إن كان بإمكاننا إبرام الصفقة. يطلب السمسار 35 يورو عن كل طن يأخذه. بعد منع الصين للبلاستيك، بدأ السماسرة بشحن القمامة إلى دول جنوب آسيا الجنوبية الأخرى كماليزيا والفلبين وفيتنام وإندونيسيا. لكن تلك البلدان سرعان ما اتخذت إجراءات صارمة على الاستيراد. بحلول عام 2020 كان ربع نفايات أوروبا يذهب إلى تركيا، صنف معظمها باعتباره إعادة تدوير. قبل لقاء السمسار أردنا التحقق مما إذا كان هذا البلاستيك المستورد يعاد تدويره بشكل موثوق به. رتبنا لقاء مع سيدات كوندوغدو، وهو عالم وناشط كان يعمل على اقتفاء أثر المواقع غير الشرعية في أنحاء تركيا. هذا أحد أهم مواقع رمي النفايات. يمارس الناس هواية الطيران المظلي هنا. هناك موقع سياحي طبيعي هنا، ومباشرة خلفه يقع مكب نفايات غير قانوني ضخم. من الواضح أنها فضيحة أخرى. كما أنه يجمع بيانات من مواقع يحرق فيها البلاستيك بصورة غير قانونية، وهي مشكلة تفاقمت بسرعة في السنوات الأخيرة الماضية. هو اليوم يتتبع معلومة عن مكب نفايات خارج أضنا. أبلغت عن هذه المنطقة عن طريق التواصل عبر الإنترنت مع شخص يسكن المنطقة، وأخبرني بأنه تتكرر دائما عمليات التخلص من نفايات بطرق غير قانونية في هذا الموقع. كانت المعلومة صحيحة. في الموقع مكب غير قانوني آخر. تخفى النفايات البلاستيكية تحت هذا الغبار الأسود على عمق 3 أمتار. تظهر المزيد من النفايات بينما أواصل الحفر. أجل، إنها ألمانية. هذه بريطانية أو إيرلندية. إنها من سلسلة ليدل. أعيدوا تدويرها من فضلكم. هذا أمر غريب. هناك الآلاف من هذه القطع هنا، وكلها تحمل عبارة إعادة التدوير. لا أعلم ما السبب. جميعها تحمل أسهما خضراء، وأيضا تحمل النقطة الخضراء.
هذا احتيال، ولا شيء سوى الاحتيال هنا. كل هذا لمجرد استهلاك المزيد من البلاستيك. يدفع البريطانيون والألمان المال لتفرز نفاياتهم وتجمع ليعاد تدويرها بشكل ما أو تدمر. هذا ما يقال، لكن الأمر بعيد عن هذه الحقيقة. ما يحصل أنها ترمى هنا لكي تدفن. اليوم سيلتقي كومار السمسار التركي، لكن منذ عدة أيام هزت أخبار هامة عالم سماسرة النفايات البلاستيكية. أصبحت تركيا أحدث البلدان التي تتخذ إجراءات صارمة ضد تجار البلاستيك بتفتيش صارم في الموانئ. نريد أن نعرف ما إذا كانت صفقة كومار لا تزال قائمة. تقضي الخطة بإخفاء المواد غير القانونية في آخر حاويات الشحن. يجهز كومار كاميراته المخفية لاستخدامها خلال اللقاء. مرحبا، أنا كومار. سررت بلقائك. اجلس. كيف حالكما؟ نحن بخير، شكرا لك. إذن أغلب المواد التي بحوزتي هي هذه فقط، هذه وهذه. هل كل شيء على ما يرام؟ في الواقع كان في وسعنا فعل ذلك، لكنها مواد محفوفة بمخاطر شديدة. إن أمسكت الجمارك بهذه المواد فستلغى رخصتك للاستيراد. ستكون مجازفة كبيرة جدا. لكنك أخبرتني بأن في وسعنا تهريبها بهذه الطريقة. كان هذا من قبل، نعم. كنا نتمكن من تهريبها بالطريقة التي أظهرتها هنا، لكن المشكلة هي أننا تلقينا 20 حاوية قبل أسبوعين إلى هنا. في العادة لا يتفقدون كل المواد، لكن ما فعلوه هذه المرة أنهم أخرجوا جميع المواد الموجودة في 20 حاوية، فحصوها قطعة قطعة وحملوها مجددا. حسناً، هذه مشكلة. أجل، كما ترى أصبح الأمر الآن مستحيلاً. حسناً، مفهوم. ولكن أين ستذهب هذه النفايات في رأيك؟ إن كانت تركيا غير مستعدة للشراء؟ ربما إلى بلغاريا أو ما شابه. حسناً. منذ أن أغلقت الصين أبوابها، أصبحت بلغاريا أفقر بلد في الاتحاد الأوروبي، أيضاً وجهة أساسية للنفايات القادمة من أوروبا الغربية. لا يعتبر استيراد النفايات البلاستيكية ضمن الاتحاد الأوروبي عملاً غير قانوني بالضرورة، لكنه محكوم بقواعد صارمة تتعلق بالجودة ونوع النفايات وطريقة التخلص منها. لكن هل هذه القوانين نافذة بالفعل ضد السوق السوداء المتنامية؟ رتبنا للقاء مع سمسار نفايات بلاستيكية متمركز في بلغاريا. حسناً، لا مشكلة في ذلك. سوف أشرح لك ما نفعله. عملياً نحن نعيد تدوير النفايات البلاستيكية ونعيد بيعها. نرسل البلاستيك غير القابل للتدوير إلى مصنع إسمنت تعاقدنا معه. يقول السمسار إن في وسعه ترتيب نقل نفاياتنا إلى مصنع إسمنت محلي حيث ستحرق كوقود، وإنه لا داعي إلى قلقنا من قوانين الاستيراد إذ يمكنه تولي الأمر. بلغاريا بلد يعاني فساداً إدارياً شديداً، خصوصاً في هذا المجال. هل تعلم أن القيام بهذا العمل مسألة شديدة الحساسية؟ لكن إن أردت العمل في هذا المجال عليك دفع المال لوكيل شؤون البيئة. عليك دفع المال لوزارة البيئة؟ أجل، إن أردت أن يتغافلوا عنك فعليك دفع المال لهم، حتى أنهم سيخبرونك عن موعد زياراتهم القادمة للتفتيش على ما تفعله، أو في حال وجود بعض المشكلات عند الحدود. هذا هو الرجل الذي أدفع له المال. يدعون السمسار للقدوم ومعاينة المنشأة. عندما تريد استخراج رخصة استيراد نفايات
فعليك أن تتوقع عمليات طويلة. البيروقراطية هنا لا تنتهي، لكنها بفضل علاقاتي ستكون أكثر حتماً. هذه هي المنشأة إذن؟ أجل. رائع. يحوي هذا الموقع آلة إعادة تدوير واحدة صغيرة قديمة لم تكن تعمل حين وصلنا، ويبدو أنها لم تستخدم مؤخراً. من أين أتت هذه المعدات؟ إنها صينية. إن كل ما لا يمكن إعادة تدويره بعد الفرز يذهب مباشرة إلى معمل الإسمنت. أجل، نشحنها إلى مصنع الإسمنت. سترسل أغلب المواد الموجودة إلى معمل الأسمنت. تعد صناعة الأسمنت من أشد الصناعات تلويثاً للأرض، وهي مسؤولة عن 8% من الانبعاثات العالمية. تشكل عبواتنا البلاستيكية وقوداً مثالياً بالنسبة إلى صناعة الأسمنت، بل إنهم يتلقون مقابلاً مالياً لإحراقها. لذا ففي جميع بقاع العالم تتحول النشاطات الصناعية عن استخدام الفحم، وهي الآن تتلقى المال لاستخدام البلاستيك بدلاً عن الفحم. تريد منا كبريات شركات البضائع الاستهلاكية أن نصدق أن إعادة التدوير فعالة، لكننا كشفنا أن المال الذي ندفعه ثمناً لإعادة التدوير يمول في الواقع الجريمة المنظمة والفساد ومحطات توليد الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري، ويدعم بعض الصناعات الأكثر تلويثاً لكوكب الأرض. خلال مراجعة تسجيلات التصوير السري لذلك المساء لاحظنا أمراً مستغرباً، فبين المواد التي كانت في الباحة كانت هناك 30 رزمة من بريطانيا لم نرى لها مثيلاً من قبل. لاحظنا أن كل رزمة تشمل نوعاً واحداً من الحزم. علمنا أنها جميعاً في طريقها لتحرق. بإلقاء نظرة عن قرب وجدنا علامة. كل هذه الرزم آتية من شركة تدعى تيراسايكل. ووجدنا اسم أليسون هاردينغ من شافتسبري في المملكة المتحدة. ما هي تيراسايكل؟ ولما تذهب هذه المواد النظيفة المرتبة بدقة من المملكة المتحدة لتحرق في بلغاريا؟ قررنا أن نقتفي أثر أليسون هاردينغ. أنا سيدة إعادة التدوير في شافتسبري، أو قل إني أملك مكان إعادة التدوير هناك. أطلب من جميع السكان المحليين إلقاء نفاياتهم القابلة لإعادة التدوير في الحاويات المختارة. هذه أكياس رقائق البطاطس، ترون أنها فاضت بمحتواها. لدينا مخلفات منتجات النظافة الشخصية والحلويات وطعام الحيوانات وأكياس الخبز ومنتجات التنظيف. بدلاً من وضع هذه المواد في حاويات إعادة التدوير المعتادة حيث ستحرق بطبيعة الحال أو تدفن، يأخذها الناس إلى أليسون. تدير أليسون واحدة من آلاف نقاط الجمع التطوعية في أكثر من 20 بلداً وضعتها تيراسايكل. تدعي الشركة متسارعة النمو أن في وسعها إعادة تدوير كل شيء. تعلمون أنني أفعل هذا كله مجاناً في وقتي الشخصي، لأن كل شيء يساعد من أجل خدمة مستقبلنا جميعاً. إذن إلى ما يتحول هذا كله؟ حين تصل هذه المواد إلى تيراسايكل تبدأ كل الأعمال التي لها مفعول السحر. يأخذون كيس الخبز ويذوبونه ويقطعونه قطعاً صغيرة يحولونها إلى منتج لهم ليصبح صحناً للصابون أو إناءً لري النباتات. تمول كل من الشركات المختلفة وتدفع لكل برنامج من برامج تيراسايكل. يسمح ذلك لهم بوضع علاماتهم التجارية على أكياسهم. لكن ما الحكاية الكامنة وراء هذا العمل الرائع؟ Tom Saki, the founder and CEO of TerraCycle. He's got a new solution for all of that waste. I love this, man. How'd you get so smart? مول المنقطع عن الدراسة بجامعة برينستون توم ساكي تيراسايكل وروج الإعلام له. The goal of TerraCycle is really to eliminate the idea of waste. One of the tricks to garbage is don't think of it as garbage. It's just another raw material. Things that have never been done before. Any form of waste can be recycled. Crisp bags can also be melted into this granule, and then that could be made into something like this, which is a dog bowl. So far, we have found that everything in the world is technically recyclable.
وقع توم ساكي عقوداً مع أغلب كبرى العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية، مع تصاعد الضغط من المستهلكين للتوجه نحو خيارات صديقة للبيئة. تدفع العلامات التجارية الكبرى المال لتيراسايكل لجمع موادها، ثم القول إن جميع عبواتها قابلة لإعادة التدوير. Garnier is proud to have partnered with TerraCycle. Walkers has launched the nation's first crisp packet recycling scheme. All you have to do is save your crisp packets. Just collect your empty packs of Johnson's baby wipes and send your packs to our friends at TerraCycle. لما إذن وجدنا عبوات أليسون في بلغاريا؟ أليسون، من الأسباب التي دفعتنا إلى التحدث إليك اليوم أننا وجدنا بعض الأغراض التي تعود إليك. في الواقع وجدنا هذه المادة وأتساءل إن كنت تعرفينها. سأخبرك. إنها أكياس رقائق البطاطس التي أجمعها لأجل تيراسايكل. هذه مادة جمعتها في الواقع. لقد جمعتها، أليس كذلك؟ تحمل اسمك عليها. وجدنا طردا أرسلته، ولسوء الحظ علي أن أقول إننا وجدناها في بلغاريا. لا، مستحيل. يفترض أن يعاد تدويرها في المملكة المتحدة. لا أصدق هذا. هذا محزن جدا. ها هو اسمي وعنواني. هذا أحد طرودي لأكياس البطاطس. أجل، أترى؟ هذا خط يدي. بطاطس 5 كيلوغرامات و250 جراما في الطرد. لا أصدق أن شركة تفعل ذلك، وأنا أتساءل لماذا؟ هم لا يلتزمون بكلمتهم، وبودي أن أعرف ماذا يمكن أن يقول المدير التنفيذي للشركة. لست أجد العبارات المناسبة للتعبير. غالباً ما يتحدث توم ساكي إلى وسائل الإعلام. نحدد موعداً للجلوس والتكلم معه. مرحباً، هل أوقع هنا؟ يبدو هذا جيداً. نعمل اليوم مع كل شركات المنتجات الاستهلاكية الكبرى تقريباً، من نسلي إلى بروكتر اند جامبل ويونيليفر وكرافت وهاينز والمئات من الشركات الأخرى. لدينا قرابة 40,000 زبون مختلف. معظم العلامات التجارية تعمل معنا. 40,000 زبون؟ أجل. لدي بعض الصور لك. أجل. هل تعرفت على هذه المواد في هذه الصور؟ تبدو هذه كأكياس طعام حيوانات أليفة. أتبدو لك مواد تعود إلى تيراسايكل؟ قد تكون كذلك، لكنها أيضاً قد تكون خاصة بمنشأة أخرى. حسناً، في الواقع هذه مادة من مواد تيراسايكل. عثرنا على 30 حزمة في بلغاريا، حيث شحنت لتحرق في أحد معامل إسمنت. حسناً، لا يمكنني التعليق على أنها مادة تيراسايكل. كيف تأكدت من ذلك؟ بسبب وجود علامات عليها. أنا لا يمكنني التعليق. علي أن أتأكد، لكن لا أعلم شيئاً عن ماهية الصور أو ما إذا كانت لنا، تفهمين؟ أجل، بالطبع، لكن ماذا تتوقع أن يقول المتطوعون حين يرون هذا؟ أنت تلقين بهذا علي، ترينني بعض الصور العشوائية وتخبرينني أن كل ما تقولينه صحيح. ماذا عساي أن أفعل؟ ألا تشعر بأن هناك تضليلاً لأحد؟ لا أعلم شيئاً عن طبيعة هذه الصور، وأنت تواصلين التلميح إلى أن هلا توقفتم عن التصوير حتى أتمكن من فهم الوضع؟ يقول توم إنه سيحقق في الأمر ويعود إلينا بالنتيجة، لكننا لسنا الوحيدين المشككين في عمل تيراسايكل. تدير جان ديل منظمة بيئية غير حكومية صغيرة في كاليفورنيا. رفعت مؤخراً دعوى قضائية ضد تيراسايكل. تعالج أغلب برامج تيراسايكل المغلفات التي تكون إعادة تدويرها